الفترة الأخيرة جدًا بقيت أشوف على جروبات الفيسبوك تجار بأسامي وهمية وحسابات وهمية يكتبوا منشورات ويقولوا فيها يا جماعة إحنا بنشتري أزيد من البورصة أو أزيد من السوق 5 جنيه و6 جنيه و7 جنيه و8 جنيه. وطبعًا كل مربي شقيان تعبان بيكافح في مزرعته ما بيصدق يشم إن في ريحة مليم أو جنيه زيادة يخش له، فبيجري يا عيني بكل سذاجة يكلم الناس ديّة، وعلى أمل أو سبيل إن الناس ديّة ممكن تيجي تاخد منه الفراخ أزيد فعلًا من السوق 5 و6 جنيه، وبيتهيأ له هو بقى إن هو كده الناصح اللي ما فيش منه اتنين وعمل المستحيل. ولكن لو جيت تفكر وتحسبها بالعقل وبالمنطق، أنت لما بتكلم تاجر فراخ بيجي لك اصلا، ومعروف سوق الفراخ ده بيعتمد على آلية عرض وطلب على مستوى الجمهورية، وبيكون في سعر بورصة يومي على مستوى الجمهورية بالكامل. يعني السعر بيكون موحد في اي محافظة وفي اي مركز على مستوى الجمهورية كامل بيكون السعر موحد. وغير ان السعر بيكون موحد، التاجر اصلا اللي بيجي لك بيفضل يناهد ويفت في قلبك ويقول لك انا هاخد اقل من السوق جنيه اتنين تلاته، يعني من اهدى ما فيش بعد كده. فانت منين هيجي لك تاجر يقول لك اخد ازيد من السوق 5 و6 جنيه و7 جنيه على اي اساس؟ يعني طب ايه اللي هيخليه يجي لك ياخد ازيد منك 5 و6 جنيه؟ عشان ايه؟ عشان سواد عيونك مثلا؟ يعني بالعقل بلاش اللي احنا برضو، يعني انا بكلمك لمصلحتك، لان ناس كتيره جدا كلمت التجار ديت اللي بينشروا على جروبات الفيسبوك وجم ونصبوا عليهم وعملوا معاهم مشاكل كتيره جدا. فانا جاي احذرك منهم النهارده واقول لك بلاش. بلاش ليه؟ هقول لك انا يا سيدي باختصار. انت لو كلمتهم ايه اللي بيحصل معاهم بالظبط، او ايه اللي بيحصل معاك انت بالظبط؟ انت بتيجي تكلمه يقول لك تمام زي الفل، طب انت مكانك فين او عنوانك فين وعندك كام فرخه؟ طب صورهم فيديو واضح وابعته لي. بيتاكد ان انت بالفعل عندك فراخ، وان انت بيبان من كلامك مثلا الناس دي ناس صايعه برضه، ما هيش ناس صغيره ولا حاجه، دول نصابين محترفين بمعنى الكلمه. يعني من طريقتك واسلوبك بيعرفوا اذا كنت انت طيب محترم غلبان، اه الراجل ده كويس هنعرف نضحك عليه ونعرف نسرقه، لا الراجل ده شكله ناصح او مفتح او شكله معاه ناس كتيره في العنبر او مش هنقدر ان احنا نطول منه حاجه، فبيبعدوا عنه. المهم بتكلمهم خلاص اطمنوا لك، بيبداوا ان هم يرتبوا حالهم وبيجي لك بالعربيه بتاعته جامبو او دبابه ايا كان، وبتلاقي جاي لك معاه خمس ست رجاله سبع ثمان رجاله. وهنا بقى المشكله، يعني ساعه ما بيجي لك ومعاه رجاله كتير بيبدا بقى الناس ديت تلهي فيك، بيبص بص على الفراخ وبعد كده ينزل الاقفاص. معاه سبع ثمان رجاله، تلاقي واحد بيكلمك، واحد بيلهيك، واحد بيشتتك، واحد تاني بعبي فراخ في الاقفاص من غير ما تتوزن، واحد بيرمي، واحد بيلعب في الميزان. بتلاقيك بتتشتت بكل ناحيه وانت مش عارف، وتلاقي واحد فيهم بقى يبان عليه ان هو شيخ ومحترم، واحد بيتكلم معاك باحترام ويثبت فيك وفاهم. بس انت لو جيت حسيت بقلق او حسيت انك مش مطمن لهم وجيت تشد معاهم او جيت تحاول توقف البيعه، هتلاقيهم بقى بيضغطوا عليك، بيعملوا شوشره، بيرازوا فيك، بيزولوا فيك. المهم ان الناس ديت خارجه طالعه تسرق رسمي، يعني هم ما بيخرجوش زي اي تاجر مثلا ومعاهم عده وعهده وعندهم التزامات مع مجازر او مع محلات، لا، هم خارجين يعني خروجه للسرقه رسميا رسمي. فالناس ديت يعني تجنبهم خالص. ولو انت شايف نفسك عيل قادر ومعاك رجاله وتقدر انك تجيبهم وتعمل لهم كمين وتعمل معاهم الصح، يبقى كتر الف خيرك، او على الاقل بتنقذ غيرك من انه يتعامل معاه حاجه زي كده. لان انا حصل قدامي ناس كتيره جدا كلمتني بعد ما اتنصب عليهم او اتسرقهم، ويقول لي مثلا في ناس من الحته الفلانيه وده ارقامهم او دي بياناتهم. طب انا هعمل لك ايه بارقامهم ولا بياناتهم؟ هو خلاص حرامي ومرتب حاله ومعروف انه حرامي في الدنيا كلها، ويقول لك اللي يعرف يمسكني يفرجني مثلا ولا يفرجني. فانت مش هتعرف تطول منه حق ولا باطل. فانت ليه اصلا من البدايه؟ انت من البدايه اصلا ليه؟ طب ما انت عندك السماسره جنب منك، عندك التجار المحترمه معروفه في البلد جنب منك، سمعتهم كويسه، ناس معروفه. انما ليه تشغل دماغك وتروح تجيب ناس لا معروف لها اصل ولا فصل وبتنشر بوست وتشيره في كل جروبات الفراخ ويقعدوا يصطادوا بقى مغفلين ناس طيبه ناس ساذجه؟ طب ليه تحط نفسك في حاجه زي دي؟ فرجانا يا جماعه نشير الفيديو ده عشان يوصل لكل اخواتنا اللي بيربوا فراخ، عشان ما حدش يتنصب عليه او التعب وشقايه يروح حضر عشان شويه نصابين مرتزقه زي دول. وربنا ما يخسر اي حد ابدا ولا يجيب خساره لاي حد. وزي ما عودتكم دايما ما تنساش تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات. ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا ما تنساش لايك وكومنت وشير عشان الفيديو يوصل لغيرك. واستنونا كل يوم في فيديو جديد ومعلومة جديدة. أخوكم أبو نوح، سلام.